أنا مخطوبة بقالي 2 سنين، وبحب خطيبي ومتعلقة بيه جدا. رسمت حياتي ومستقبلي كله على وجوده معايا، ومش بهتم بأي حاجة في حياتي ولا في حاجة بتشغلني غيره. يعني هو كل حياتي. وبصراحة هو خطيبي كويس ومحترم جدا، يعني من الآخر أي بنت تتمناه. أكتر حاجة كنت بحبها فيه إنه كان بيخاف على مشاعري، وما كانش بيهون عليه زعلي أبدا، ولا يقدر يسيبني زعلانة حتى لو أنا اللي غلطانة. بس في حاجة مضايقاني وقلقاني جدا، وخايفة تخرب عليا حياتي بعد الجواز. خطيبي الفرق بينه وبين بنت أخته 6 سنين. هي متربية معاه، يعني تعتبر فرد من الأسرة، بس للأسف علاقتهم مضايقاني جدا جدا. البنت مرتبطة بيه جدا، مش مجرد ارتباط بنت بخالها، وكل حاجة تحصل في حياتها ويومها تحكيها لخطيبي، حتى لو كلت أي حاجة أو شربت أي حاجة. كل حاجة بتروح تحكيها له بالتفصيل، وهو للأسف بيسمعها ومديها اهتمام وجزء كبير قوي من وقته وتفكيره. وبيقول إنه لو ما سمعهاش وما كانش جنبها ممكن تتكلم مع حد تاني وتحكيله. يعني لما ما تلاقيش حد يسمعها تدور على حد بره، يقصد شاب يعني. هي بنت وحيدة ما عندهاش إخوات قريبين لسنها، وأنا مقدرة ده جدا، بس للأسف هي كمان بتغير عليه جدا، مع إني أنا اللي المفروض أرير واتضايق. ودايما عايزة تفضل تتكلم معاه طول الوقت، ما بتسيبليش أي مساحة ولا وقت أتكلم معاه خالص، ودايما باله مشغول بيها وبمشاكلها وحكاويها. ده حتى بعد ما بيقفل معاها ويكلمني، حتى للوقت المفروض يقضيه معايا ويكون مهتم بيا ويسمعني، بيفضل سرحان ومش مركز ومش واخد باله مني. وبعد كده أعرف بالصدفة منها مثلا إن كان عندها مشكلة وهي حكت له، فأعرف إن باله كان مشغول بمشكلتها، علشان كده ما كانش مركز معايا. المفروض إن هي هتكون عايشة في الشقة اللي فوقي لما نتجوز، وأنا بصراحة خايفة قوي من شكل الحياة بعد كده في الوضع ده. خايفة ما يكونش عندي خصوصيتي وتكون مقتحمة حياتي، أو إني ألاقيها مثلا واخدة وقت خطيبي كله زي دلوقتي كده، واللي وقتها هيبقى جوزي. يعني أنا وبيته أولى بكل دقيقة من وقته، وأنا مش هسمح إني أحس إن عندي ضر. حتى أنا حاولت أتكلم معاها وأفهمها، وهي للأسف ما فهمتش، ومش شايفة حاجة غير إن هي متعلقة بيه جدا ومعتبراه أبوها، وتفضل تقولي هو ده اللي مربيني، ده هو الوحيد اللي بعرف أتكلم معاه وأحكي له، هو أهم حد في حياتي. وكلام كتير من النوعية دي بيخليني ببقى متضايقة جدا، وبصراحة بشيط، وساعات بحس إنها بتصمم تضايقني وتعمل حاجات توصلي بيها إن هي أهم عند خطيبي مني، وهو كمان مستحيل يتكلم عنها أو يحكي حتى حاجات عادية بينهم. العلاقة بينهم سرية جدا، ودايما لما أسأله كنت بتكلم مين يقولي إنه هو كان بيكلم أخته، وبعد كده أعرف إنه كان بيكلمها هي. ودي حاجة أكيد بتقلقني برضه. هو بيحبني وكويس معايا، بس أنا قلقانة حياتي تكون كلها وجع قلب وتعب نفسي وأفعال تخنق وتضايق، بالذات إنه هو ما بيتقبلش مني أي كلام عنها من بعيد، حتى على إنه يحط حدود بينهم ويديني وقتي. أنا مش عارفة أعمل إيه أو أتصرف إزاي. لو كنتوا سمعتوا المشكلة كلها شاركونا بتعليقاتكم وقولوا لنا يا ترى تتصرف إزاي في المشكلة دي.